انت ماشي في الشارع، وواحدة ست كبيرة في السن لابسة هدوم مقطعة بتمد ايدها تشحت، تعديها من غير ما تبص في وشها. بس لو البصة اللي ما بصتهاش كانت هتغير حياتك كلها. القصة اللي هحكيها لكم النهاردة عن ابن بص في وش أمه وما عرفهاش. حكايات من البيوت. اشتركوا الآن في قناتنا لتستمتع بأجمل القصص. أهلاً بيكم يا أحبابي في حلقة جديدة من قلب الواقع. القصة دي بعتها لي راجل من محافظة القاهرة، قال لي يا ريت تحكيها عشان محدش يعمل اللي أنا عملته. طلب إني أغير الأسامي وهحترم طلبه. خلونا نسميه كريم. كريم شاب في الأربعينات، عنده شركة كبيرة وعربية فارهة وبيت في التجمع الخامس، متجوز بنت من عيلة كبيرة وعنده ولدين في أحسن مدارس. من بره كريم عايش حياة أي حد يتمناها، بس كريم عنده سر مدفون من 15 سنة. أم كريم ست بسيطة من حي شعبي، أبوه مات وهو عنده 3 سنين، وأمه ربته من شغلها في البيوت. كبر كريم، اتعلم، اشتغل، ولما بقى عنده فلوس حس إن أمه بتعيبه قدام أصحابه الجداد. كريم خد قرار، قال لها يا أمي أنا هسفرك مكة تقعدي هناك. الأم فرحت وقالت ربنا يبارك فيك يا حبيبي. سفرها فعلا، بس ما قعدتش في مكة، قعدت في فندق رخيص شهر ورجعها مصر من غير ما يقول لها. ساب لها الفلوس وقال لها أنا هاجي أخدك بعد أسبوع. الأسبوع بقى 15 سنة. الأم ما عرفتش تلاقيه، رقمه اتغير، عنوانه اتغير، كأنه اختفى من الدنيا. قعدت الست تشتغل، وبعد كام سنة مرضت، خسرت شغلها وخسرت شقتها، ولقت نفسها في الشارع. في يوم جمعة كريم طالع من الجامع بعد الصلاة مع أصحابه، وهو بيمشي ست كبيرة مدت إيدها وقالت بصوت ضعيف حسنة لله يا ابني. كريم حط إيده في جيبه، طلع ورقة 50 جنيه، حطها في إيدها من غير ما يبص في وشها ومشي. بعد ما مشي خطوتين سمع الست بتقول ربنا يحفظك لي يا ابني ويحفظ لي كريم ويرجعهولي. كريم وقف، قلبه نزل في رجليه، لف، بص في وشها، كانت هي. كريم معرفش يتكلم، قعد على ركبه قدامها في الشارع، قال لها ماما أنا كريم. الأم بصت له وابتسمت ابتسامة ضعيفة وقالت كريم ابني ولا مش فاكراك؟ عفوا يا ابني. كريم حس إن الدنيا وقفت، أمه معرفتوش. الست كبرت وعقلها تعب ونسيت حتى شكل ابنها. كريم حمل أمه وداها المستشفى. الدكتور قال له الست عندها ألزهايمر متقدم وسوء تغذية وكلاوي في مرحلة متأخرة. لو كنت لقيتها من سنة كنا ممكن نعمل حاجة، دلوقتي صعب. كريم خد أمه البيت، نظفها، غير لها هدومها، حطها في أوضة نظيفة. مراته ما اعترضتش، قالت أمك يا حبيبي، بيتنا بيتها. لكن بعد 3 شهور الأم ماتت، وآخر جملة قالتها كانت يا حاجة شكرا إنك لمتيني، ربنا يجازيكي خير، أنا مش فاكرة اسمك. ماتت
وهي فاكرة إنه مش ابنها. يا جماعة، كريم بعت لي الرسالة دي بيعيط وهو بيكتب. قال لي: أنا خسرت أمي وأنا حي، خسرتها قبل ما تموت، وخسرت إنها تعرف إني ابنها. ربنا سبحانه وتعالى قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ربنا ما قالش اعطيهم فلوس، ولا قال صفرهم، قال اقعد معاهم وقول لهم كلام طيب. البر مش فلوس، البر وقت، البر إن أمك تشوف وشك كل يوم، مش كل شهر ولا كل سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. يعني لو أبواك أو أمك لسه عايشين وهم كبار، ده فرصة من ربنا ما تضيعهاش. يا أحبابي، لو أمك لسه عايشة، قوم دلوقتي، مش بكرة، دلوقتي. اتصل بيها، قول لها إنك بتحبها، روح لها، بوس إيدها، اشتغل معاها في البيت، اسمعها وهي بتحكي حتى لو كررت القصة 100 مرة. ولو ربنا اختارها، ادعي لها، اتصدق عنها. وفكر معايا في السؤال ده: إمتى كانت آخر مرة بوست إيد أمك؟ سيب لي كومنت وقول لي. ولو القصة لمستك، اعمل لايك، اشترك، وفعل الجرس، وشيرها مع كل ابن ممكن تكون سبب في إنه يرجع لأمه قبل ما الوقت يفوت. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. حكايات من البيوت. اشتركوا الآن في قناتنا لتستمتع بأجمل القصص.